السلام عليكم. اوعى تفتح مشروع في حاجة انت مش بتفهم فيها. تمشي في الشارع وتلاقي المطعم والكافيه وفرن فيه زحمة، تقول انا هفتح مطعم. هي تسوية الفول شغلانة يعني؟ يا عم هجيب صنايعي يشتغل معايا بالفلوس وخلاص. لا يا ابني، اللي مش شغلته يا بلوته. المثل ده قاله لي عم سعيد، راجل على المعاش، جاله صنايعي فرن فينو وعنده حلم ان يبقى صاحب مكان زي كل الصنايعيه. قال له ما تشاركني يا عم سعيد نعمل فينو. قال له يا ابني انا ماليش في الفينو. قال له هي شغلانه يعني الفينو؟ ده حته فرن وعجان مستعملين وحته محل تاخد احلى شويه فينو. انت مش بتشوف الناس عامله ازاي على الفينو والعيال رايحه المدارس؟ ده هم 100,000 جنيه بس يا عم سعيد. فتحوا المشروع والدنيا ماشيه حلو، شهر والصنايعي اختفى. اتصل بيه عم سعيد، ايه يا ابني ما بتجيش ليه؟ قال له عم سعيد انا بتعب اكتر من الاول. انا كنت الاول شغال صنايعي باخد يوميتي، ودلوقتي انا بعمل كل حاجه وما بحصلش حتى يوميتي. قال له يا ابني مش ده اتفقنا؟ قال له عم سعيد حاجتك عندك وسلام عليكم. عم سعيد طلع من الفرن الفينو بخساره 50,000 جنيه. افهم الشغلانه الاول، اعرف تكسب منها ازاي وتبعد عن الخساره ازاي. ما ينفعش تعتمد على الصنايعي وتقول هو اللي فاهم وانا صاحب الفلوس. لا يا حبيبي، انت صاحب المشروع ولازم تبقى فاهم مشروعك. الاعجاب وتعليق واشتراك، اللي جاي احلى ان شاء الله. والسلام عليكم.